في واحد نزل فيديو وحب انه يعني يشوف او يراوي الناس كيف تقوم فيه زوجته يوم يرد من الدوام، يعني يوم يفسخ ملابسه، يوم يفسخ الله يسكن ملجوتي، وكيف تشل وتداري وتسوي كذا وكذا كذا. ان الرجال جاي من الدوام طبعا. هذا دوره كزوجة، بس في نظر البعض اللي هم مثل ما يعتبر النقص عندهم في العقل، او النقص في الدين مثل ما يقولون. يشوفون ان هي خادمه. لا لا لا، مش خادمه، هي زوجة. واللي سوته طبيعي جدا هذا، ولكن هذا الشيء ما يحبونه المخببات. طبعا لو يدرون فيها بيوصلون لها وبيلعبون في راسها. المهم ان كعادتي دخلت وقريت التعليقات. فوحده كتبت ليش هو ابوي اسوي له شيء؟ تعالي بخبرك، اقول لك الدين قدم الزوج على الوالدين، مو بأعلى مقام منهم، ولكن قدم طاعة الزوج في الدين. هذا إذا كنتم تفهمون في أمور الدين، الدين قدم الزوج على طاعة الوالدين، في نفس الوقت ما خلى الزوج أعلى مقاما من الوالدين، لكن الأولوية للزوج. هذا الكلام طبعا ما نعمم ونقول ان كلهن، لا لا لا، في بس النسبة الكبيرة والنسبة الأكبر للأسف انجروا وراء المخبين والمخبات في موضوع ان تقليل من شأن الزوج. للأسف يعني كثيرا هي القصص موجودة، وأكثر فئات اللي هي فئات المخبين والمخبات متغطين بغطاء شو الدين، ومعروفين وشفناهم بعد. فهذا الشيء لا يعتبر أن الزوجة خادمة عند زوجها، لا, لا, لا. الزوج حتى الصالح يشوف أن هذه من واجبات الزوجة، مثل ما هو عليه واجبات بعد. فموضوع أن التكبير في مواضيع وخلق أفكار غريبة وتخبيب، للأسف أنها موجودة، ونحن المفروض أن نتساعد على أن ننهي الشيء هذا. وحطيت لكم فيديو كلمتين بس، كلمتين، اسمعوا الحرمة الطيبة الأصيلة شو قالت عن ريلها. بدور على الخير ده فين مش لاقيه. لقيتيه عند ابو ادم. ربنا يصلح لك. لا انا لاقيه ان هو هيدخلني الجنه، يدخلني الجنه، يدخلني الجنه.